طبعا انت خدت في المدرسة عجائب الدنيا السبعة، اللي هي الأهرامات والكولوسيوم وسور الصين العظيم والحاجات دي. طبعا كلهم على دماغنا ومجهود يحترم بصراحة، بس في 7 عجائب تانيين مش من صنع الإنسان، من صنع ربنا، اتشكلوا بقوانين الطبيعة والإنسان ملوش أي يد فيهم. أول واحدة منهم هي ظاهرة أورورا، والظاهرة الغريبة دي بتحصل عشان الأرض ليها مجال مغناطيسي محوطها، مخلي الأرض عبارة عن مغناطيس كبير. طبعا دي حاجة كويسة عشان المجال المغناطيسي ده بيحمينا من الأشعة الكونية الضارة، والأشعة دي ممكن تخترق DNA وتعمل طفرات بيولوجية لكل الكائنات. بس الحمد لله معظم الأشعة دي مجال الأرض المغناطيسي بيصدها وبيسحبها ناحية القطبين الشمالي والجنوبي، ولما تصطدم بالغلاف الجوي الأكسجين والنيتروجين بيحصل لهم توهج كأنهم لمبة نيون، وبيدوا اللون الأزرق المخضر الجميل ده. تاني واحدة موجودة عندنا في أفريقيا هي شلالات فيكتوريا، ودي شلالات عملاقة على الحدود بين زامبيا وزيمبابوي، عرضها أكبر من 1.5 كيلو وارتفاعها حوالي 130 متر. السكان المحليين هناك بيسموها موسي أوتونيا، يعني الدخان اللي بيرعد، من كتر ما هي عملاقة وصوتها مخيف. واتكونت من حوالي 180 مليون سنة بسبب حركات أرضية سببت نشاط بركاني كبير استمر حوالي 1,000,000 سنة وعمل البازلت اللي شايل الشلالات دي. تالت واحد من العجائب هو الحيد المرجاني العظيم، موجود شمال أستراليا وبيمتد 2300 كيلو متر، وبيعتبر أكبر حيد طبيعي على وجه الأرض، بيضم أكتر من 350 فصيلة مختلفة من المرجان، وعايش عليه أنواع كتير من الأسماك والسلاحف. رابع العجائب الطبيعية هو ميناء ريو دي جانيرو في البرازيل، وبيسموه كمان خليج جوانا بارا، اتكون بسبب التعرية اللي عملها المحيط الأطلنطي في الساحل، وبيعتبر أكبر خليج طبيعي في العالم. الخامس هو بركان باريكويت في المكسيك، وده بقى أحدث جبل ناري على الأرض، ظهر لأول مرة سنة 1943 وتسمى باريكويتن على اسم البلد اللي دمرها أول لما طلع. طب اشمعنى البركان ده هو اللي اعتبروه من العجائب السبعة دونا عن باقي البراكين التانية؟ عشان ده البركان الوحيد اللي على الأرض اللي البشر شاهدوا ولادته، ولسه لحد دلوقتي بيكبر كل سنة قدام عينيهم. السادس هو أطول جبل في العالم، جبل إيفرست في نيبال، والجبل ده اتكون هو وباقي سلسلة الهيمالايا نتيجة اصطدام الهند بآسيا من 50 مليون سنة، واللي اتكلمت عليه في فيديو الهند القارة اللي سافرت، هسيبهولك في الديسكريبشن. وجبل إيفرست واحد من أهم الأماكن السياحية على الأرض، ورياضيين كتير كل سنة بيحاولوا يوصلوا لقمته. آخر حاجة في عجائب الدنيا السبعة هي جراند كانيون أو الأخدود العظيم، وأنا سايب الجمال ده للآخر. هو يبان منظر طبيعي جميل، بس بالنسبة للجيولوجي هو أكبر من كده بكتير. كل طبقة من اللي قدامك دول شايلة جواها آثار لزمن من اللي مرت بيهم الأرض، عشان أقدم طبقة فيه اللي هي تحت خالص عمرها 1.8 مليار سنة، وأحدث طبقة من فوق عمرها 270 مليون سنة. فتقدر تقول إن اللي قدامك ده كتاب تاريخ الأرض مطوي قدام عينيك. ودول كانوا ال7 عجائب الطبيعيين اللي على الأرض، ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. وما تنساش دول.